سيادنا السلام عليكم. غادي نشارك معكم بعض التمارين يدويه الا قمتوا بها غادي تطلعوا من مستوى التركيز ديالكم. التمارين غتستخدموا فيها فقط اليدين ديالكم باش تاكتيفيو السباسيال اويرنس، تحسوا بالمكان اللي نتوما فيه. شحال هذيك نشارك معكم واحد التخيك زوين كنت قلت لكم بانه الناس ديال المسرح قبل مثلا ما كيدخلوا وكيوقفوا في لاسين كيحيدوا صبابطهم، بقاو حفيانين باش فريمون يحسوا بروبريوسابشن او يحسوا بالمكان اللي هما فيه باش يتكونيكطاو مع دغيا. كيطلع للمسرح هو لابس حوايج ديال النعاس ديكونتراكتي باش ديك الحاجه ما يحس بداك الرسميه. اول حاجه غادي نديروها وغادي نحل يديا بحال هكا، نطلق وغادي نشد بحال هكا، نورك مزيان، حاول ما امكن نتوما ديروها. وغادي نطلع اليمنيه ونهبطها، نطلع اليسريه ونهبطها، نطلع اليمنيه ونهبطها، نحاول ما امكن نفورسي، نحاول ما امكن نورك مارش وندير هاد ليكزارسيس. اول حاجه غنشرحها لكم سيادنا، العقل ديالنا وبلا الدماغ ديالنا كينقسم لجوج ديال الشق الايمن والشق الايسر. هاد الشق الايمن سيادنا هو المسؤول على الجانب الايسر من الذات، والايسر سيادنا هو اللي مسؤول على الشق الايمن من الذات. مارش دونك انايا ملي كنحرك اليمنيه ديالي راه الشق الايسر هو اللي كيتحكم فيها، العكس صحيح. ملي كنحرك اليسريه الشق الايمن هو اللي كيتحكم فيها. مارش دونك انا ملي كنحرك اليمنيه واليسريه دونك كنخدم دماغي بجوج، هذا هو ليفتي. وملي كنكروازي يدي بحال اللي قلتي عقلي كيتاكتيفا او كيتاكتيفا بجوج بين دماغي. مارش دونك فوالا هذا هو لو كونسيبت. ندوزو للتمرين الثاني، هو انك كدير هاد الحركه هاد الحركه بحال غتيري بشي واحد بحال الكابوس. مارش وكتبقى تلعب هكا، كتحاول ما امكن انت كتشوف واحد الشخص وكدير هكا، ولكن بطريقه غير مباشره، ماشي انت كدير فيه هكا كتشوف لي، لا كتكون انت اليز بما مريح وكتحرك يديك بحال هكا. كتشوف يقدر تكون ديرها من التحت مثلا الناس اللي كيقراو، تقدر انت تهبط يديك بحال هكا بحال هكا. مارش كاين اللي كيوقف يديه بحال هكا، مي الا وقفتي ما غتحس بشي حاجه، غادي تكون بحال مزير من كتافك اللور. اللي من الاحسن تلعب هكا بيديك مزيان. مارش هاد الكروازون تحدثوا مزيان، غتحاول دير هكا، دير بوزيسيون هكا، حاول تقلب، حاول تحافظ على نفس النقاط بحال راك طالع لواحد السلوم. هاد التمرين هذا كيعاون بزاف على التركيز، اوتوماتيكمون كتخلي الدماغ يخدم بجوج. من الاحسن سيادنا اي حاجه فيها الكروازمون ديروها. ما بين الحوايج اللي انا كنت كنستعمل، وهذا بونوس من عندي ما شفتها في شي بلاصه، سكون ابيل الفلوريش. شنو هو الفلوريش؟ هو ما بين الحوايج اللي تكنيك ولعبه في حد ذاتها كضرب لي كارت. نعطيكم مثال، دابا انا مثلا غادي نشد هاد لاكارت هادي، نشد لاكارت ديالي بحال هكا وكنبقى نلعب بها، كنحاول ما امكن نخدم الصبع اليمين. ملي كنبغي نلعب مثلا بيدي بجوج باش نركز جوج، كنحاول ما امكن نشد لاكارت نقسم على جوج، شويه على ثلاثه، شويه كنبقى نلعب هكا بحركات بيديك هكا، حركات شويه كتخلي يديك بجوج يتحركوا. صافي الناس اللي بلوزوما كيديروا البيانو اللي كيحركوا صباعهم بزاف كيكون فريمون عنده تركيز عالي. يمكن لكم اوسي تقلبوا على اي حاجه مدوره اولا كيف ما كان الشكل ديالها، شحال ما امكن تحركوها باليدين بجوج تلعبوا بها. من الاحسن تكون كره تخليكم مثلا هاد لو موفمون. عرفتوا بعض الكواري اللي كنقدروا حنا نوركوا عليهم بحال هكا، اي اوبجي كيكون في اليد كيعاونكم بزاف. بارفوا كاينين بعض الناس ملي كيبغيو يهضروا كتلقاه هاز ستيلو في يديه كيحيد بيه ستريس، وبيا كيبقى يدوروا في يديه بحال هكا. كل واحد كيفاش كيحيد ستريس، وبيان كل واحد وكيستعمل في يديه واحد لانديس اللي كيخليه بلوزوما مركز. مارش دونك انت ليك الاختيار. التمارين اللي متعلقين سيدنا باليدين وبالحركات ديال اليدين لكم تدخلوا اليوتيوب وكتبوا، انا نقدر نخلي لكم لتحت في اللين ديسكريبسيون، ونخلي لكم مثلا اي حاجه هنايا تشوفوها. تمارين كيعاونوكم باش نتوما تبقاو اويك، تبقاو فايقين، تبقاو مصحصحين وتبوستيو بلوزوما الانرجي ديالكم. فوالا سيدنا هادشي اللي كاين، هذا هو لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. وما تنساوش تحطوا لي كومونتير وتخليوا لي الافكار ديالكم بمواضيع اللي بغيتوني ان شاء الله نطرق لهم في الفيديوهات الجايين. كان معكم سيدنا مينتور انس نورو ساينتيست، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي لكم.